لو حضرتك بتعاني من سوء التغذية أو بتعاني من أي مشكلة في تغذية جسمك وبتكون ضعيف وجسمك وزنك قليل، أحب أقول لك الفترة اللي جاية دي أهم فترة في زيادة الوزن. احنا في سيزون الشتاء، هي أكتر فترة مناسبة لكل الأجسام اللي بتعاني من سوء التغذية وعندها نحافة. الأجسام دي حرقها بيكون عالي طبعا، فبالتالي استجابتها لزيادة الوزن بيكون بطيء. الشتاء بقى بتكون جميلة قوي في الموضوع بالنسبة ليهم، علشان الشهية بتكون مفتوحة على مدار اليوم، طبعا نفسك شغالة فبتاكل، فبالتالي زيادة وزنك بتكون حلوة قوي. احنا دايما انا كحالة عايز ازيد في الوزن لازم اكون عارف ان انا وجباتي على مدار اليوم لازم تكون وجبات صغيرة، علشان مساحة معدتي صغيرة اولا. ثانيا ما ينفعش اسيب نفسي بس لوجباتي، لا عايز اسيب نفسي كمان ادي كمان فواتح شهية، اخد كمان حاجات تزود معايا الشهية وتخليني مقبل على الاكل. في انواع فواتح شهية كتير قوي، بس نبعد عن الحاجات اللي فيها طبعا كورتيزون. نشوف اي فاتح شهية بيخليني مقبل على الاكل بس بدون اي مشاكل صحية، وانا مقبل على الاكل بدون اي مشاكل صحية اخد وجبات صغيرة. اضيف للحاجات دي كلها مكملات غذائية زي الباودر وزي الحاجات البروتين، لان انا بحتاج اخد مكمل غذائي. هو اسمه يا جماعة مكمل غذائي، يعني هو الغذاء هو بيكمله. محدش يكون فاهم ان هو لما ياخد مكمل غذائي خلاص هو كده هيزيد في الوزن، مش محتاج اي وجبات تانية، مش محتاج اي حاجة. المعلومة دي طبعا مش صح. حضرتك هو بيكمل العناصر الغذائية التي تفتقدها في اكلك، بتاخدها من المواد التانية اللي هي مثلا الباودر او الحاجات اللي فيها بروتين وفيها مينرالز، فيها فيتامينز وفيها فيتامينات ومعادن وفيها عناصر غذائية كتيرة. هو بيكمل احتياجاتك. فانا لو خدت مكمل غذائي لاحتياجاتي مع وجبات صغيرة مع فاتح شهية في الشتاء هزيد معدل 2 كيلو في الاسبوع، وده رقم حلو قوي الفترة اللي جاية يا جماعة. نستغل ان الشهية بتكون مفتوحة قوي في الشتاء، نستغل ان احنا نقدر ناخد وسائل مساعدة بكل سهولة في الشتاء. ويعني لو انا برضو بعمل برنامج غذائي عشان ازيد في الوزن، ما الجاش للمجهود الحركي كتير. يعني بلاحظ ناس كتير قوي بتجيلي تقول لي يا دكتور انا عايز اروح الجيم. ينفع اروح الجيم؟ ينفع ما اروحش الجيم؟ يعني مش عايزين نعمل مجهود حركي كبير علشان ده بيأثر على الميزان. هنتكلم في الموضوع ده في ريلز صغير، وهنتكلم عن أهمية الجيم بالنسبة لزيادة الوزن أو الحالات اللي بتعاني من سوء التغذية، وهنقول هل هو مفيد ولا لا. تابعونا عشان تتفرجوا على الباقي. شكرا.